بما انه الكابتن بقى عجبكم عفوا 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 فانا حبيت اطلع لكم مره تانية. للاسف عندي برد. هل ممكن حته ورقه تضيع مستقبل الناشئين كلها في مصر؟ اجابه السؤال دي سهله، وهو هي تبان انها ورقه، بس في الحقيقه دي كلبشات، او ممكن نقول سجن، بس سجن ورقي، بدايه لطريق طويل من العبوديه الكرويه. طيب عايزين تفاصيل اكتر يا كابتن بهاء، ازاي وامتى وفين وليه، وهل ده بيأثر على المنتخبات والانديه ولا لا؟ احب اقول لك اهدى، ده اللي هنعرفه في حلقه النهارده. ايه هي استمارة القيد؟ ببساطة ورقة بيوقع عليها ولي الأمر عشان يسجل ابنه في النادي، ده بيكون زي عقد بسيط كده بين النادي وبين اللاعب. هي المسمى بتاعها استمارة إلكترونية، لكن أنا بسميها حبل إلكتروني، حبل إنه بيربط اللاعب واللاعب ما بيعرفش يتحرك. لا فهمنا أكتر يا كابتن بهاء. الأب لما بيمضي بيقول ده إجراء رسمي عادي، لكن الابن الموضوع بيتحول له زي السجن الإداري. بمجرد ما تمضي اللاعب أصبح مربوط بالنادي لحد ما يتم 18 أو 21 سنة أو 25 سنة على حسب مزاج إدارة النادي. إحنا عارفين إنك تعبان يا كابتن بهاء، بس معلش بسطها. يعني مثلا لو أنا لاعب في نادي كنترول زد وابويا وافق ومضى استمارة القيد، وبعد سنه جالي عرض النادي بيراميدز مثلا، مش انا اللي وافق بقى، اداره نادي كنترول زد هي اللي توافق او ترفض. يعني اللي بيتحكم في مستقبلي مسؤولين النادي مش انا. طيب ومسؤولين النادي دول ملائكه يعني؟ اكيد لا. فيهم اللي بيقبض عشان ينزل لاعب معين، وفيهم اللي بيلعب لاعب معين واسطه، وفيهم اللي عنده لاعب مش على مزاجه فبيركنه دكه، وفيهم اصل ده النادي بتاعي وانا عارفه، بالتالي بفضل محبوس وما اعرفش اروح بيراميدز غير لما اخد الاستغناء بتاعي. طب لو عملت فيها بشير التبعي ورحت لمسؤولين النادي واعترضت وقلت لهم انا لازم امشي واروح بيراميدز، واحد يقول لي اشمعنى بشير يا كابتن بهاء؟ لانه خاض نفس الخناقه دي لما نادي الزمالك رفض يديله ورقه الاستغناء عشان يروح تركيا. المهم هيركنوني على الدكه زي ما راكنين باقي اصحابي، ولو حبيت امشي لازم اخد منهم ورقه الاستغناء. وده للاسف حسب لوائح الاتحاد المصري لكره القدم، في حاله انتقال لاعب من نادي الى نادي اخر لازم عقد الاستغناء، وانا مش هعرف اخد عقد الاستغناء ده للاسف لاني ماضي على استمارة القيد، وهم على مزاجهم يمشوني او لا. الفكره اني حتى عشان اقدم شكوى لاتحاد الكوره محتاج اصلا رسوم عشان اطلب بحقي، ووارد حقي ده اساسا ماخدوش، وايه خليني ادفع رسوم عشان اشتكي وانا اصلا لازق الجزمه بتاعتي بشكرتون؟ يعني اختصار كل الكلام ده، لو انت لاعب سنك 11 سنه ووالدك مضى على استمارة القيد مش هتمشي من النادي غير لو انت 18 او 21 او 25 على حسب هوا اداره النادي. انتوا متخيلين معنى كلامي ان زمن العبوديه رجع من جديد؟ والحقيقه في ادارات انديه لازم نلقي الضوء عليها لانهم عندهم بعض الاحترام للناشئين. اداره النادي دي ممكن تقول لك طب هات 40 او 50 الف عشان اديك الاستغناء بتاعك، وده ابتزاز بيحصل لاولياء امور كتير جدا. اعتقد لو رئيس الفيفا شم خبر باللي احنا بنعمله ده هيدور فينا الضرب، لان الكلام ده مش موجود بره مصر، وما اعتقدش ان في مسؤول في اتحاد الكوره يقدر يقول له احنا عندنا قانون بيحبس الناشئ لحد سن 25 سنه، لان من الاخر ده قانون معمول بالحب وكنتالوب. لان الوضع بره كالاتي، حاطين قوانين عشان يحموا الكنز بتاعهم. ايوه الناشئين دول كنز. انا لما وريتك التجربه البلجيكيه، بص بلجيكا دخلها كام لما طلعت لوكاكو ودي بروين وهازارد، كنز مش مادي كمان، ده كمان كنز معنوي على مستوى البطولات. وبص المغرب دخلها قد ايه فلوس وبطولات وانجازات من احتراف الناشئين. طب ما تدينا فكره عن القوانين اللي بره دي كده يا كابتن بهاء. القوانين عكس اللي احنا بنعمله تماما. حسب الماده 18 في الفيفا النادي يقدر يأيد اللاعب الناشئ لمده 3 سنين بس، يعني لو سنه 11 سنه يمشي وهو عنده 14. احنا عندنا لو مضيت وانت 11 تمشي وانت 18 او 21 او 25 زي ما قلت لك على حسب اداره النادي، او على حسب هتدفع لهم فلوس امتى عشان يدوك الاستغناء. والناس اللي بتشتكي قدامكم اهي. قانون تاني عندهم بيقول ان اللاعب الناشئ تحت 18 سنه ليه حريه الحركه والانتقال لاي نادي ويروح اي مكان طالما هو ملوش عقد. احنا عندنا الناشئ في مصر برضه ملوش عقد، لكن احنا عملنا له استمارة القيد عشان نكتفه. المشكله ان قوانين العبوديه دي عندنا لاننا فكرنا في ازاي نحبس اللاعب الاول مش ازاي نطوره، زي ما بيحصل في اياكس في هولندا اللي عندهم اشهر اكاديميه في العالم ومعموله بمنهج ثابت، وهو منهج TIBS، او انا بحب اقولها تيبس، اختصارا لتكنيك انسايد بيرسوناليتي سبيد. اللاعب في اوروبا معمول له خريطه الطريق عشان يمشي عليها ويتطور، يعني من سن 8 ل 12 سنه يبدا يتعلم الاساسيات زي التمركز والتمرير، من سن 13 ل 16 سنه يبدا يدخل في ليفل اعلى ويفهم مركزه في الملعب وازاي يتعامل مع الضغط، من سن 17 ل 21 بيتحول للاعب جاهز يلعب في الفريق الاول، فيبدا ان هو يشتغل على جسمه ويحلل اداؤه عشان يعرف مشاكله. والموضوع مش بيقتصر على التدريب بس، كمان ده بيمر بتجربه واقعيه، ويبدا اللاعب يشارك مع فريق اياكس تحت 21 سنه في دوري الدرجه الثانيه الهولندي، عشان الناشئ الصغير يبدا يحس بالمسؤوليه ويحس بانه خصم كبير ويكون بيلعب مع اللعيبه الكبيره راس براس. والموضوع بسيط جدا، مجرد ورقه وقلم، لكن احنا اللي مصعبينه على نفسنا. واللي اكد كلامي ده هو تين هاج لما قال ان اللاعب الموهوب بيبان من وسط 1000، بس الاهم اننا نحميه ونسمح له بمساحه خطا كبيره، لان الخطا ده هو اللي هيعلمه. ومش مهم عندنا الفوز قد ما المهم ان اللعيبه اللي في الاكاديميه كلها تتطور، لاننا بنبص على المصلحه الطويله. الناس بره فكرت ازاي تحمي اللعيبه بتاعتها وتطورها، واحنا اول حاجه فكرنا فيها ازاي نحبس ونشفط من اللاعب الناشئ ده او من ولي امره فلوس. دي كمان موجوده في الاكاديميات وفي الانديه الاستثماريه اللي هنعمل عنها حلقه منفصله وغيره وغيره. والامر اساسا مش مستاهل، لاعب عايز يمشي مشيه. لو جينا نمسك الاجيال السابقه من منتخبات مصر زي الجيل ده مثلا، نص اللعيبه انت ما تعرفش مين دول. يعني لو حبينا نعمل زوم على لاعب مش هنعرفهم مين ده ومين ده، طب ده راح فين، طب ده بيلعب ايه، لا انت يا ريتك ما كملت.
طب انت مين؟ حسبي الله ونعم الوكيل في اللي صعدك. السؤال الاهم، الاجيال دي بتروح فين؟ وحتى اللي كمل منهم لعيبه زي ندفيد وكوكا وهاني، لعيبه على قدها ومستواهم اقل من المتواضع. اجابه السؤال ده احتمالين في الحقيقه، يا اما اللعيبه دي ما بتعرفش تلعب فعلا وطالعه المنتخب واسطه على حساب لعيبه موهوبه، يا اما اللعيبه دي كانت موهوبه فعلا واتظلموا بسبب استماره القيد، ما عرفوش يهربوا بره انديتهم لحد ما بطلوا الكوره او اتحبسوا في انديه وسط الدوري. مساء الخير، أنا اسمي محمد علي، لاعب نادي بيراميدز 2009. حبيت إن أنا أطلع أتكلم يعني زي ما أي حد بيتكلم وبيقول الحاجات اللي بتواجهه. أنا دلوقتي يعتبر شبه بطلت كورة. ليه شبه بطلت كورة؟ أنا بلعب في نادي بيراميدز ودلوقتي مصاب، والنادي أنا مش عايز أقعد في النادي ومودينا على استمارة، ولا أنا موافق إن أنا أقعد في النادي ولا بابايا إن هو موافق إن أنا أقعد في النادي، وهما موديني استمارة وضاحكين عليا ومش راضيين يمشوني ولا بيعالجوني. طب يا كابتن انا عايز امشي، مش عايز يمشيني بسبب الاستمارة اللي مودعاني، وبسبب الاستمارة اللي كله بيتحط فيها زي ما انا محطوط فيها دلوقتي، ان انت مش هينفع تمشي، مش هينفع، انت خلاص انت ماضي استمارة مدى الحياة، وقت ما يعوز يمشيك يمشيك. فانا يعتبر دلوقتي شبه بطلت كورة. اقول له يا كابتن انا طب مشيني، طب هعمل علاج طبيعي، انا اعمل علاج طبيعي هتعالج انا عشان انا مصاب. مش راضي، لا انا موافق ولا والدي موافق ولا اي حاجه. بس الفكره ان مفيش مكان نجمع بيه داتا عن اللعيبه دي، نعرف هم مين، كانوا موهوبين ولا لا. يعني حسيت ان اسامه نبيه لما ابراهيم فايق ساله قال له انت ليه ما خدتش لعيبه من الاتحاد السكندري رغم ان الاتحاد هو بطل الدوري في 2005، حسيت اسامه نبيه كده استغرب، اللي هو بجد والنبي ما كنتش اعرف. واحنا كمان كجمهور ما كناش نعرف الا لما كابتن بهاء قال لنا في حلقه منتخب مصر للابناء العاملين. يعني خلاصه الكلام، ليه مصر ما فيهاش سايت زي ترانسفير ماركت نعرف مين هداف دوري 2005، مين بطل الدوري، الماتشات بتخلص كام، اي معلومه. ده مش عشان الجمهور بس، ده كمان عشان المدرب اللي هو ما تعرفش بيختار اللعيبه للمنتخب على اي اساس. ولو مكسل تعمل سايت مخصوص او ابلكيشن يا سيدي، عندك موقع الاتحاد المصري بتاعك، هات شباب حلوه كده يحضروا الماتشات ويجمعوا الداتا، واعمل بروفايل لكل لاعب وحط ليه لقطات وفيديوهات، يمكن وكيل يشوفهم من الموقع بتاعك يجيب لك عرض محترم للاعب من دول او يجيب لك عقد احتراف. انما لو مسكنا موقع الاتحاد عشان نبص على الناشئين عندنا، بص بروفايل زي ده مثلا، اولا صوره الشاب الناشئ متصوره على غفله كده ولا اكنها فيش جنائي، ثانيا مفيش اي معلومه توحد ربنا عن اللاعب غير انه بيلعب في الحرس مواليد 2005 وشكرا على كده. المشكله ان النادي الاهلي مواليد 2005 متاخد منه 8 لعيبه للمنتخب، والنادي الاهلي مش بطل الدوري حتى. واحد هيقول لي النادي الاهلي اكبر نادي في مصر، ولو مش هناخد من الاهلي هناخد من مين يعني؟ هقول لك اتنيل على عينك، اغلب الناشئين بتوع الاهلي شبه كوكا وهاني وندفيد. هو اصلا الاهلي طلع مين من بعد رمضان صبحي؟ يعني انا من المفارقات اللي ضحكتني لما بقول هم اهالي الناشئين بيطمنوا على مستوى اولادهم ازاي، قالوا لي عن طريق ام اللاعب ميدو بتعمل جروب هي وام اللاعب كوكي وام اللاعب بودي، وبيبعتوا لبعض الف مبروك بودي جاب جون وكوكو عمل له اسيست. ودي حقيقه مش هزار. عشان كده لما كنت بقول للناس ما تحملوش اسامه نبيه الغلط كله، كان معايا حق. يعني في فرنسا مثلا الاتحاد الفرنسي لكره القدم عنده قاعده بيانات ضخمه جدا فيها فوق المليون و800 الف لاعب، وكل واحد دي الكود الخاص بيه وعنده ملف الكتروني بيضم تاريخه من اول يوم لبس فيه الفانيلا. بص عدد اللاعبين المسجلين في مصر مش مكملين حتى ال 200 الف، واحنا مش عارفين نديرهم. المهم الولد لما بيدخل الاكاديميه في فرنسا بيبدا يتسجل بشكل رسمي، والمدربين بيكتبوا عنه تقارير دوريه، والاتحاد بيستلم التقارير دي، ولو في موهبه مميزه بيتحول الملف بتاعه عند المسؤولين عشان يجيبوا له عروض احتراف من بره. شايف كل ده بيحصل اهو من غير ورقه استماره القيد اللي احنا عاملينها، لان الناس دي عامله نظام عشان يخدم الناشئ مش يحبس الناشئ. اما في الاتحاد الاوروبي لكره القدم الويفا فالموضوع متطور اكتر. الاتحاد عنده برنامج اسمه بلاير ديفلوبمنت بروجرام، وده بيطبق في كل الدول الاعضاء للاتحاد. البرنامج ده مش مجرد فكره نظريه والسلام، دي منظومه بتكون فرض على كل اتحاد ان هو لازم يطبقها على الناشئين بتوعه. الاتحاد الاوروبي بيفرض على كل دوله تابعه ليه ان لازم يكون عنده قاعده بيانات دقيقه للناشئين. كمان الويفا عملت نظام اسمه تول كيت، ده خاص بحمايه الاطفال والشباب في اللعبه من الجوانب النفسيه. ما هو انت اللي بتحبسه وتربطه في النادي ده انت نسيت انه عيل صغير وعنده نفسيه، وانت كده بتهد الطموح بتاعه. عارفك هتقول لي واحنا نيجي ايه في فرنسا واوروبا؟ اقول لك تسمع عن دوله قبرص في كره القدم؟ اكيد ما تسمعش. الاتحاد القبرصي عمل نظام موحد للاكاديميات كلها بحيث ان اي اكاديميه حتى الخاصه تبقى تابعه للاتحاد بشكل رسمي، وان كل ناشئ يتسجل على قاعده بيانات الكترونيه، وكل ماتش او تمرين يتسجل عليه تقييم. يعني مفيش حاجه اسمها ولد موهوب يضيع من الزحمه، لا احنا نجيب الموهوب من قلب الزحمه. كمان في الحلقات اللي فاتت شفنا نايف اكرد ولوكاكو واوناحي ودي بروين، العامل المشترك بين كل دول انهم احترفوا وهم عندهم 18 سنه، واحنا اللعيبه في سن 19 و20 سنه ومحبوسه ومش عارفه تتحرك من النادي بتاعها، ولازم تدفع 40 او 50 الف عشان ياخدوا قرار الاستغناء. انا عايز اقول لك ان الموضوع كبير ومحدش من الاعلام حتى فتح بقه لانهم مشغولين بحاجات تانية، والوحيد اللي ذكر الموضوع ده كان المعلق محمود ابو الركب. والا ما نقول احنا ممارساتنا هي اللي نتج عنها ده. النهارده ما بقاش عندك قدره انك تلاقي لعيبه مش بس تلعب في المنتخبات، تلعب في الانديه. احتكار اللاعبين الناشئين بسبب اجبارهم والزامهم. واحد موقع ورقه سنه 2020 كان عنده 11 سنه ما يفهمش حاجه، لما بقى عنده 17 سنه والفرص بتيجي قدامه مش قادر ياخدها لان باباه وقع له الورقه وهو صغير. لا في طريقه لالغائها، لا في طريقه للخلاص منها، لا في طريقه واضحه
للانتقال. انت لما تقرا كومنتات هتحس بخنقه، لان اللاعب المحبوس ده ممكن يكون ابنك او اخوك او ابن خالتك او ابن اختك او غيره، ولما تلاقي في الفريق الاول لنادي بحجم الاهلي لعيبه زي هاني وكوكا، مش معقوله هي دي صفوه المواهب في مصر، لان مصر مليانه مواهب اكتر من دي بكتير. لو جيت تقول لي انت مشخصنه مع هاني وكوكا هقول لك لانهم مش بيستنوا فيديوهات مو عافيه. ايه فيديوهات مو عافيه دي يا كابتن بهاء؟ ده مكان لتطوير نفسك ومهارتك، خصوصا لو بتسعى للاستقلال المادي. هتتعلم من تجارب حصلت في ارض الواقع بشكل حقيقي، وكمان هتشوف نصايح مجربه عن اساسيات التسويق والمبيعات. القناه دي ممكن تكون خطوه انك تاخد كارير جديد في حياتك، فجرب بنفسك. ليه لا؟ لينك القناه تحت في الديسكريبشن، يا ريت ما تنساش السبسكرايب. تخيل معايا انك لاعب ماضي على استمارة القيد ولعيب موهوب جدا، وفجاه لقيت المدرب بيركنك، فرحت تسال المدرب انا تركنت ليه؟ هتلاقي المدرب بيقول لك والله الحقيقه اسباب فنيه. بعدها بفتره تكتشف ان الواد اللي بيلعب مكانك ده هو ابن شخص مهم، ابن ممثل او مغني او غيره، فتفهم اللي فيها وتقول سلامات يا فنيه، وتروح لاداره النادي وتقول لهم انا عايز امشي، انا حرام يبقى عندي 17 او 18 سنه واتركن دكه. فاداره النادي هتخاف انك تروح نادي تاني فتلعب وتسجل اهداف وتظهر موهبتك ويبان انهم حمير، او مش هيحبوا ان النادي المنافس يستفاد منك، فهيقول لك لا انت هتقعد غضب عنك ومالكش عندنا حاجه لانك مقيد بحته ورقه اسمها استمارة القيد. تخيل بقى تاثير موقف زي ده على نفسيه لاعب جعان كوره وعنده طموح وجاله عرض مثلا من بره او جاله عرض احتراف. اكيد اللاعب ده يا اما هيفضل على الدكه سنين طويله لحد ما ينسى شكل الكوره عامله ازاي، يا اما هياخدها من قصرها ويفكه من لعبه الكوره دي خالص ويروح يشتغل كول سنتر ارحم من العبوديه اللي هو فيها دي. وده حصل مع لعيبه كتير، مثلا ابرزهم المحمدي لما جاله في صيف 2008 عرض من نادي هيرتا برلين، لكن نادي انبي رفض بحجه ان المقابل المادي ضعيف. بعدين في 2009 جاله عرض تاني لكن من نادي سندرلاند، وبرضه اداره انبي رفضت رغم ان مدرب سندرلاند كان متمسك جدا بالمحمدي. بعدين المحمدي راح يلعب في 2010 مع منتخب مصر في افريقيا، وظهر وقتها مع حسن شحاته عشان سندرلاند يبعت له عرض مره تانية، وبرضه نادي انبي بيرفض العرض. ونادر شوقي وكيل اعمال اللاعب وقتها طلع صرح وقال ان انبي رفض عرض مليون جنيه استرليني وبيقول المقابل المادي ضعيف. طب ازاي؟ بعد مناوشات ومحاولات في الاخر خالص المحمدي راح سندرلاند بنص مليون جنيه استرليني في 2 يوليو 2010. يعني لو ما كانش لعب مع المنتخب كان هيفضل محبوس في نادي انبي ومحدش كان هيعرف حاجه عن اللاعب ده. وقيس على المحمدي كتير جدا نفس الوضع ده. انت عشان توصل منتخب مصر بتاع الناشئين لازم تكون تعرف وكيل او عندك علاقات ترشحك للمدير الفني بتاع المنتخب وترفع عليه سماعه التليفون وتقول له يلا ضم الواد ده. وده كلام قلناه كتير قبل كده واكده من ورايا الكابتن ميدو. لما النهارده لعيب يلعب عنده التصاق في الفخدين بيجري عامل كده، ازاي ما خدتوش بالكم؟ ولاعيبه بتلعب في انديه كبيره، في مصر. انا سالت بيلعبوا فين؟ الحقيقه بقى اللي لازم الجمهور يعرفها ان كابتن اسامه نبيه ما خدش احسن لعيبه للمنتخب، دول مش احسن لعيبه في مصر. مين في لعيبه تانية كتير ما تمش ضمهم للمنتخب، وتم مجامله ابناء بعض الاشخاص على حساب لعيبه تانية افضل منه، دي الحقيقه. وهنا لما كابتن ميدو بيقول كلام محترم انا بكون في صفه عادي جدا. كابتن بهاء بيحب الكل وعمره ما شخصنها مع حد غير هاني وكوكا. صدقوني لو فيديوهاتي هتكون سبب في اعتزالهم انا ما عنديش مشكله اكرس حياتي ومحتواي ده. يعني ممكن تلاقيني كل جمعه الساعه 8 بعمل حلقه بطالب باعتزال مبكر لهاني وكمان كوكا. احنا اللي محبوسين مش انت، افتح انت من بره. ده غبي يا عم، ده عم في ايه يا عم بقول لك افتح من جوه، احنا محبوسين جوه، احنا اللي هنفتح من جوه واحنا محبوسين جوه، هنفتح ازاي؟ الاتحاد المصري المفروض ان عنده دورين ناحيه الناشئين، انه ينظم المسابقات بتاعتهم، يعني يعين الحكام، يحدد الملعب، يحدد الميعاد اللي هتلعب عليه الماتش، وده شغل سهل اي حد يعمله. والدور الثاني انه يحمي ويطور الناشئين ويهتم بصحتهم النفسيه ويشوف مشاكلهم، وده ما بيحصلش لان زي ما بوريك بالسكرينات اللي بعرضها من اول الحلقه اللاعب محبوس ومربوط ولكنه عبد عند النادي. طب اتحاد الكره فين من كل اللعيبه المحبوسه دي؟ شوفوا كام موهبه اترمت على الارض. في مشكله زي دي الصراحه احنا لازم نعرض حلول، وعايزكم كمان تشيروا الحلول دي، لان حتى لو مالكش حد تعرفه مظلوم بسبب استمارة القيد فكر فيها ان ده لمستقبل بلدنا او مستقبل ناديك اللي مش عارف يعتمد على الناشئين لحد دلوقتي وبيشتري اشباه لعيبه ب 40 و60 مليون جنيه. اول حاجه في الحلول استمارة القيد دي احنا اكيد مش هنلغيها. الله امال يا كابتن بقى عمال طول الحلقه تقول ياما في الحبس مظاليم والناشئين محبوسين وسجنوا حبيبي يابا وفي الاخر مش عايز تلغيها. شوف بقى استمارة القيد انا شايف انها تتعمل عادي بس اخرها سنتين مثلا او سنه مع حريه انتقال اللاعب مكان ما يحب في اي وقت زي ما بيحصل في الفيفا. لان لو ما تعرفش قانون استمارة القيد اول ما اتطبق في مصر ما كانش وحش خالص، كان غرضه انه ينظم الانتقالات بين اللعيبه الناشئين، لان الموضوع في الاول كان عشوائي زي مثلا لاعب يروح نادي تاني من غير ما ناديه الاساسي يعرف، وطبعا مفيش اي اثبات يوضح الكلام ده، فاتعملت استمارة القيد. لكن المسؤولين في الانديه هم اللي اساءوا استخدام القانون ده، وبدل ما الورقه دي تكون وسيله لحمايه الناشئين هم خلوها سلاح ضد الناشئ. زي ما بقول لك الورقه دي اتحولت لعقد عبوديه. اللي مزود الطينه بله ان الاتحاد مش مراقب الانديه دي ولا بيفرض عليهم اي عقوبه، كل نادي براحته يمسك اللاعب يقيده لحد 18 سنه ماشي، لحد 21 سنه ماشي، لحد 25 سنه ماشي، يلا هو حد يدور ورانا. فارجع واقول لك هو يتطبق تمام لكن اخره سنتين بس او
حتى سنه. تاني حاجه ضروريه والزاميه، لازم ابلكيشن يكون فيه قاعده بيانات لكل لاعب، سجل كام جون، عمل كام اسيست، يعني نعرف على الاقل ابن خالد بيبو لما راح منتخب مصر هل يستاهل ولا لا، ومين اتظلم على حسابه. ولو هتقول لي ابلكيشن مكلف ودي عيب انها تتقال، سايت الاتحاد المصري موجود زي ما قلت لك، يمكن حاجه زي دي تلغي فكره الواسطه. ثالث حاجه واهم حاجه، زي ما الفيفا بتقول مفيش استماره قيد فوق ال 18 سنه، يعني اول ما اللاعب يتم 19 لو هو على ذمه النادي مجبر يعمل له عقد. طب لو النادي ما التزمش بالكلام ده، المفروض الاتحاد المصري ياخد اكشن قوي ضد النادي، يخصم منه 3 نقط، يوقع عليه غرامه ماليه كبيره عشان يكون عبره لاي نادي يفكر يعمل الحركه دي، لانك بتقتل ناشئ ممكن في يوم من الايام يكون صلاح او مرموش. ما هو البلد اللي طلع الاثنين دول اكيد في كتير زيهم بس مدفونين، واكيد بيواجهوا مسؤولين زي ممدوح عباس لما قال لك محمد صلاح لا يصلح للزمالك. الرياضه في مصر لازم تكون مكان لتنظيم وتطوير المواهب واحتوائهم، مش حبسهم وتأييدهم. في فقراء كتير بيلعبوا كوره، والكوره بالنسبه لهم هي طوق النجاه الاخير من الفقر، وانت للاسف بتحبسه بسبب ورقه القيد الغريبه اللي انت عاملها دي، فبالتالي الناشئ بيخسر حاجه كانت هتكون مصدر رزق ليه ولبلده. ما هو لما نطلع لاعب زي صلاح يودينا كاس العالم، لو بقينا منظمين ونشتغل بفكر المنظومه هنقدر نطلع كذا صلاح ونوصل لابعد نقطه ممكنه، ممكن نوصل نهائي كاس العالم. أرجو أن تكونوا استحملتوا نبرة الكابتن بهاء وهو واخد دور برد. ادعوا لنا بالشفاء. يا ريت تقترح حلول في الكومنتات لحل أزمة القيد غير اللي أنا قلتها، وأهم حاجة ما تنساش تشير الحلقة، يمكن تكون سبب في إنقاذ موهبة تنور في ظلمات الكرة المصرية. وارد إن القناة اللي إحنا عليها دي تتقفل، فأنا سايب لك لينك القناة البديلة كنترول إكس تحت في الديسكريبشن، وكمان بص على الانستجرام بتاعي وعدي على فيسبوك وتيك توك، خد لفة كده على كل اللينكات واللي هتلاقيها برضو تحت في الديسكريبشن. بكرر شكري مرة أخرى لكابتن أبو الركب، والسلام عليكم.